يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم تصلوا معايا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش كمان تفرحوني بلايك للفيديو مع تفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكم إشعار بكل جديد أنزله. وما تنسوش كمان تفرحوني بالاشتراك في القناة، ده لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا بقى نشوف كمالة قصتنا بتقول ايه النهاردة. صحيت من تاني على صوت موبايلي بيرن، وكان طارق. زفرت بضيق من الأحلام اللي مش فاهمها، ومن طارق اللي ما بيسيبنيش أتهنى بأي نومة. كانت الساعة 7:30 الصبح. رديت عليه وقلت: أيوة يا طارق. صباح الخير يا عصام باشا، يا رب ما كنش أزعجتك. ما تقولش كده يا طارق، انت عمرك ما أزعجتني أبدا. ربنا يخليك والله. المهم جايلك في مهمة خطيرة وحلوة جدا. حلوة من أنهي اتجاه يعني؟ في جريمة حصلت النهاردة في عمارة بتتجدد وخالية من السكان في الوقت الحالي، وفي وسط البلد واحد من المهندسين اللي بيجددوا العمارة دي اكتشف جثة منفصلة هناك. رفعت حواجبي وأنا بغمض عيني بتعب وقلت: حلوة جدا فعلا، ابعتلي اللوكيشن يا طارق، أنا جاي. قفلت معاه وقمت خدت دش، وكان ده الطبيعي بتاعي بداية يومي. مش قلتلكم زي صباح الخير كده يا مصر؟ أو أنا بقى بيتقالي صباح الخير. عندكم جريمة شكلها ايه النهاردة؟ خرجت من الحمام ولبست هدومي وخرجت برا. كان أخويا قاعد بيفطر وماسك موبايله، ولبسه واضح إنه رايح الكلية، وده لأنه في رابعة. أول ما شافني بصلي بجنب عينه وما اتكلمش. ابتسمت بانتصار وقلت وأنا بلبس الجزمة: يا حبيبي يا نغة، وانت قاعد مقموص كده، أنا مش آسف ومش حقك عليا، وتستاهل، علشان الستات هتجننك. اتكلم بانفعال وقال: بس أنا فعلا بحب البنت دي عصام، وعلشانها بطلت أكلم أي بنت تاني، وهي من امبارح مش راضية تكلمني. ابتسامتي وسعت وقلت وأنا باخد موبايلي ومحفظتي وبجهز نفسي للنزول: حلو، يبقى أنا نجحت إن أفوق بنت الناس وهي محترمة، علشان بعدت عن واحد فاسق وعاطل لا يعتمد عليه زيك. على فكرة، هي خلاص السنة دي وهتخرج، وقتها هتشوف شغل ايه. عاطل دي؟ انا مش عاطل، انا طالب يا حبيبي. رديت عليه بيأس وبنبرة مستفزة: هيبقى قابلني يا حبيب حبيبك. سبته ونزلت بعد ما خليته يشيط. هو أخويا الصغير والوحيد اللي بقيلي، وبحب أنكشه دايما. بعد شوية وصلت لمقر الجريمة. كان الطب الشرعي وأفراد الأمن والشرطة موجودين، وكل واحد فيهم بيشوف شغله. ومسرح الجريمة كان كبير ومتقسم، لأن الجثة كانت منفصلة على كذا جزء، وفي مكان وفي كل دور شكل. قربت من طارق وقلت بتساؤل وأنا شايف راس الجثة قدامي: فين المكان اللي تمت فيها الجريمة بالتحديد في العمارة؟ بصراحة يا عصام باشا، ده صعب، لأن تقريبا مفيش دور مفيهوش حاجة من الجثة دي، وكانت مخفية كمان، وكنا مستنيين رد الطبيب الشرعي يعرفها من الدم، وأي دم أقدم جايز يكون المكان فيه اللي كانت فيه في البداية. هزيت راسي بتفهم ورحت ناحية الطبيب الشرعي اللي لسه كان بيشتغل، وقلت: صباح الخير يا دكتور، ممكن أعرف إيه نظرتك المبدئية للجريمة؟ صباح النور يا عصام باشا. واضح جدا من الجثة أو بقايا الجثة اللي هي منطقة المعدة بالصدر إنه كان اعتداء بأداة حادة سببت الوفاة، ومن بعدها بدأت عملية التعذيب والفصل، ولكن هو كان متوفي قبلها بالفعل. طب حضرتك عرفت مكان الجريمة بالتحديد كان في أي دور؟ من أقدمية الدم المتجلط فهو في الدور الأرضي، ولكن حتى ده مستبعد شوية، لأن الشخص كان بالفعل متوفي قبلها.
يعني قصدك كده الجريمة حصلت برا العمارة أصلا، وعلشان يخفي الجاني عملته جابه هنا؟ بالظبط كده. تمام يا دكتور، تقدر تكمل شغلك، معلش عطلتك. سبت ومشيت ورحت لطارق وقلت: عرفت هوية الضحية؟ أيوة، اسمه حسن عبد الله هاني، عنده 34 سنة، من سكان الجيزة. أهله كانوا عاملين محضر اختفاء ليهم بقالهم 5 أسابيع. طيب عايزك تعرف لي كل حاجة عنه، كبيرة وصغيرة، وتعرف لي لو كان ليها عداوة مع حد، وشغله بالظبط، وأصحابه، وكان فين قبل ال5 أسابيع بالظبط. ويلا بينا على بيت أهله. اتحركنا بعدها على طول على بيت أهل حسن، اللي كان البيت فيه والدته ومراته وأخته و3 أطفال. وبعد التحقيقات معاهم ما استفدتش بأي حاجة. عيلة عادية جدا، قلبها وجعها على ابنهم. اتكلمت مراته والقلق مالي نبرتها، وهي شايلة أصغر طفلة في ولادها، وبتقول بتساؤل: هو ايه اللي حصل لحسن يا باشا؟ وهي دي تاني مرة حد يسألنا عليه، يعني لقيتوه ان شاء الله؟ ده احنا ملناش غيره، وهو راجلنا، واحنا من غيره مش عارفين نعيش. يعني هو في الحقيقة انا مش عارف اقولها لكم ازاي، بس يعني انا اسف، البقاء لله. قلت الجملة دي من هنا، والعياط والصريخ الهستيري اشتغل. الأطفال اتفزعت وبقوا يعيطوا هو كمان. موقف صعب يخطف الأنفاس والعمر. الله يكون في عونهم ويربط على قلوبهم يا رب. قمت بعدها أنا وطارق ومشينا، لأن مش هينفع نكمل استجواب بالشكل ده، ولا هنعرف تفاصيل تانية عنه. كانت زوجته ووالدته ذكروا كم اسم من صحابه، قلب معاهم بعداوة آخر فترة بسبب الفلوس اللي كانوا مستلفينها منه، وهو كان بيهددهم بوصولات الأمانة اللي عليهم علشان مش راضيين يدفعوها. اتكلمت وأنا بوجه كلام لطارق بتعب: عايزك تستدعي لي كل واحد من اللي اسمهم اتذكر دول ضروري. انت نزلني عند الاسم وابدأ هاتهم لي. وصلت ودخلت مكتبي، ويا دوبك قعدت وغمضت عيني لثواني، ولكن غصب عني رحت في النوم. هي اوعى، هي اوعى ايدك، سيب شعري بقولك، هي ابعد عني، ابعد عني بقى. كانت ليلى وهي بتصرخ في اخوها، ولكن ما فهمتش ليه، وجرها على المطبخ من شعرها. فتح نار البوتاجاز وهو لسه ماسك شعرها بين ايديه. صرخت وقالت بخضة: هي انت هتعمل ايه؟ هي ابعد عني، هي ابعد عني. هي اخرسي، اخرسي بقولك. جاب أداة وسخنها على النار، وبعدين نزل على دراعها بيها لحد ما جلدها طلع صوت زي اللحمة اللي بتتشوي بالظبط. كانت بتصرخ بطريقة تقطع القلب، وهي مش قادرة تستحمل الوجع. كانت مامتها واقفة بتتفرج في هدوء وكأن عادي وطبيعي، ومش هاممها اللي بيحصل لبنتها. اتكلم أخوها وقال بغضب أكبر: ده أنا لسه هربيكي وهعرفك ازاي تتجرأي وتعملي حاجة زي دي. وما اكتفاش بكده، لكن مسك المقص وقصلها شعرها بشكل عشوائي جدا. شعرها الطويل بقى لحد رقبتها بشكل مبعثر وعشوائي جدا زي الولاد. خلص اللي عمله وبعدين رماها في أرضية المطبخ، وهي مش قادرة تاخد نفسها من الوجع والقهر، وحتى العياط اللي بتعمله بصعوبة وجهد كبير، وهي بتصرخ من الألم والوجع. يا عصام باشا، حضرتك نمت تاني؟ فقت على صوت طارق المزعج. الحقيقة ما كنتش في حالة مزاجية كويسة أبدا، خصوصا بعد اللي شفته. يا ترى لو البنت دي موجودة بجد في الحقيقة، هي فين؟ ويا ترى ليه بشوفها أنا بالذات وأنا معرفهاش؟ أنا بقيت حاسس بتوهة كبيرة وعدم فهم لأي حاجة. إزاي ممكن شخص يحلم بحياة شخص وأيامه بالتفصيل؟ إزاي شخص ممكن يعيش حوادث شخص تاني؟ الحقيقة أنا مش فاهم، ولكن دماغي مش قادرة تبطل تفكير لحد ما طارق اتكلم، وهو بيحاول يخليني انتبه ليه، وقال: يا عصام باشا، حضرتك كويس؟ نأجل التحقيق طيب؟ مسحت بإيدي على وشي وقلت وأنا بحاول أسترجع تركيزي: لا لا لا، أنا كويس.
جبت المطلوبين ولا لسه؟ أيوة موجودين برا وفي الانتظار. طيب دخلهم لي واحد واحد، يلا. خرج بعدها طارق وبدأ بعيد أشرف. قعد قدامي، وهو كان أحد أصدقاء المجني عليه. كان شكله متوتر وعرقان وقاعد مش على بعضه. اتكلمت بتساؤل وقلت: احكي لي شوية عن علاقتك بالمرحوم. مسح العرق من على جبينه اللي كان سبب التوتر وقال: حسن كان صاحبي وكان بينا كل خير، يعني مفيش حاجة تانية. وزعلت جدا لما عرفت باللي حصل. بجد؟ أمال خناقتكم كانت كتيرة ليه الفترة الأخيرة وبتتوعدوا لبعض؟ بصلي بصدمة شوية وبعدين قال بتوتر واضح: لا لا لا، دي خلافات صاحب عادي، لكن مفيش خناقات وعداوة، لا. يعني انت بتنكر ان كان في بينكم خلافات بسبب وصلات الأمانة والفلوس، صح كده؟ سكت شوية وهو باصص في الأرض وعينيه مش ثابتة والتوتر بياكل فيه، وده بيخليني ماخدش أي كلمة منه ويخليني أحط من ضمن المشتبه فيهم. رد عليا وقال وهو بيحاول يبان طبيعي: يعني هو جه من فترة كده ساعدنا فيها في فلوس، وبعدين رجعنا له فلوسه والموضوع خلص، مش أكتر من كده. عادي يعني، بتحصل. يعني فلوسه رجعت له وخلاص؟ القصة دي انتهت واتقفلت؟ أيوة خلصت خلاص. مم. ومين بقى اللي يثبت انكم دفعتوا الفلوس دي؟ ما خلاص، اللي هيثبت الله يرحمه. بس يعني ايه علاقة الموضوع ده بالقضية وبحسن؟ يعني ده كان خلاف بين صحاب عادي، لكن أكيد مش هيوصل بينا نأذي صاحبنا تحت أي ظرف. تقدر تتفضل دلوقتي يا عيد، بس هنحتاجك كتير الفترة الجاية في التحقيقات، وياريت تكون متعاون معانا. خرج من المكتب وهو شبه بيجري وكأنه ما صدق. اتنهدت وطلبت اللي بعده، واللي كان اسمه صلاح عادل. دخل وقعد، وكان باين عليه متماسك أكتر من عيد، ولكن ده ما يمنعش إنه متوتر حتى لو كان بيحاول يخفي ده. اتكلمت بتساؤل وقلت: احكي لي عن طبيعة علاقتك مع حسن. عادي يعني، حسن كان صاحبي، وبعدين حصل بينا خلاف وقطعنا مرة واحدة، وبقالي فترة كبيرة معرفش عنه حاجة. مم. وايه سبب الخلاف بينكم؟ عادي يعني، كان بينا فلوس وكده، واتخانقنا مع بعض بسببها، وبعدين قطعنا مرة واحدة. محدش يعرف حاجة عن التاني، بقالنا أكتر من شهرين تلاتة كده، لكن غير كده معرفش. هو موضوع الفلوس ده خلص على ايه؟ ومين كان ليه عند التاني؟ عادي، خلص بالنسيان يعني. هو كان ليه عندنا مبلغ كده كنا حاطينه في مشروع خاص بينا، ولكن فشل، واللي حصل حصل، وكنا مستنيين نسد الفلوس دي، ودلوقتي ظهر خبر وفاته. مم. يعني لسه ما سدتوش الفلوس اللي عليكم ليه؟ هو في ايه يا حضرة الضابط؟ حضرتك بعت تجيبني هنا، ودلوقتي حاسس ان بيتحقق معايا. وطبيعة علاقتي مع حسن كانت عادية جدا، يعني ما فيهاش حاجة. محدش حاليا بيحقق معاك يا صلاح. احنا بنستجوب كل معارف الضحية، لان الجريمة مش هينة، ولازم علشان مصلحة صاحبك تعرفنا كل حاجة طبعا. ودلوقتي تقدر تقوم تتفضل. انا عرفت اللي عايز اعرفه، لكن هنتابع معاك اكتر، وياريت تبقى موجود ومتعاون معانا دايما. قام بعدها مشي وهو بياخد نفسه. اللي بعده دخل، وكان اسمه عمر فايز. قعد عمر وكان متوتر جدا وبيحاول يداري ايديه اللي بتترعش. اتكلمت بنفس السؤال المعتاد وقلت: احكي لي عن طبيعة علاقتكم مع المرحوم حسن. حسن كان صاحبي، كان كويس جدا، والأمانة عمر ما شفت منه حاجة وحشة. حسن كان أخ كبير لينا كلنا، وعمره ما شاف حد فينا في زنقة إلا وساعده. طب احكيلي، حصل بينكم خلاف الفترة الأخيرة؟ ممكن تقولي عليه؟ أيوة حصل، كان بينا خلاف بسبب مبلغ كده كان مديهولنا ووصلات الأمانة،
وقطعنا بعض بسببه، لكن معرفش حاجة تاني أكتر من كده. متأكد ما تعرفش حاجة تاني يا عمر؟ أيوة، مفيش حاجة تاني. تمام يا عمر، تقدر تتفضل، ولما نحتاجك تاني هنبلغك. قام فورا وخرج برا المكتب. دخل بعدها طارق، وأنا كنت قاعد بفكر في كل ده. اتكلم طارق بتساؤل وقال: ها يا عصام باشا، التلاتة كدابين وكلامهم متناقض ومش مترتب. متفقين يقولوا نفس الكلام، ولكن كل واحد قاله بطريقته اللي غيرت الكلام والاعتراف من غير ما يحسوا. الأخير هو أضعف واحد فيهم من حيث العشرة والضمير، دول نضغط بيهم عليه. والأول جبان ولسانه سابق تفكيره. التاني ده بقى أكتر واحد أنا شاكك فيه. البجح دايما بيبقى وراه كارثة. عايزك تتابعهم لي أكتر وقولي، لقيوا سلاح الجريمة ولا لسه؟ لسه للأسف، ولكن البحث لسه جاري. عايزك تحقق لي كويس حوالين التلاتة دول، وقولي نتيجة الطب الشرعي ايه أخبارها. من كل اللي كانوا في المسرح لقوا بصمة أو أي حاجة؟ نتيجة الطب الشرعي هتبقى عندنا الصبح بالكتير، عشان لقوا حاجات كتيرة ممكن تفيدنا في التحقيق، وتفيدهم هما كمان، لأنهم لقيوا شعر ودم مش تابع للضحية. ممكن دول يبقوا طرف خيط لينا. تابع معاهم وبلغني. طب أنا هروح دلوقتي لأني تعبان جدا، ولو حصل أي حاجة كلمني. مشيت بعدها وأنا طول الطريق بفكر في البنت اللي عايشة جوه أحلامي اللي معرفهاش دي. هو وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. بس لو عجبتكم بجد وكملتوا الحلقة للآخر، ما تنسوش دعم القناة بلايك للفيديو، وتشتركوا فيها لو لسه ما اشتركتوش، وتشاركوا القصة مع كل أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي رأيكم فيها أسفل الفيديو في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.